معايا ومعاكم النهارده هنعمل بقى فيديو، بس عايزه اقول لكم فاخر ومن الاخر. الفيديو ده يا جماعه نازل جزئين. الجزء الاولاني عامله لكم منه 6 وصفات، والجزء التاني هعمل لكم بقى منه حبه شعريه في البيت. واو، اظن بقى والاول مره ان حد يعمل الشعريه في البيت. هنعمل الشعريه بكل تفاصيلها وتكاتها واسرارها، هتشوفوها معايا. بس يا ريت تشاهدوا الفيديو كده لحد الاخر، لان الفيديو بجد مستحق لايك. يا ريت تعملوا لايك كده وتشتركوا في القناه. يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يا بنات يشترك، عشان يكون دعم ليا كده واكمل معاكم باذن الله وتشوفوا كل جديد. انا ناويه ان انا انزل لكم حبه وصفات ملهمش حل خالص. يلا بينا بقى نشوف الشعريه بتاعتنا دي اتعملت ازاي، وانا هسيب لكم اللينك في اول تعليق بتاع الجزء الاولاني لو حابه تعرفيها من الالف للميم او من الالف للياء. بصوا بقى الفيديو كان هيطول عليكم جامد، فانا حبيت ان انا اقسمه لقسمين، فعشان كده ده القسم التاني. شوفوا بقى القسم الاولاني بجد جميل. انا خرجت لكم من العجينه الجميله دي 6 وصفات. متخيلين نخرج منها 6 وصفات او 6 وجبات؟ وعايزه اقول لكم الشعريه في البيت جميله جدا. حطيها بقى على الرز، اعمليها باللبن، ليها فوائد كتير، واعمليها بالعسل، جميلة جدا. يلا بينا نتابع الفيديو كده ونشوفه عملناها ازاي الشعرية. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا سعداء، وسعادة الدنيا كلها ما بين ايديكم وحواليكم يا رب. شايفين الجمال بقى وشايفين الحلاوة؟ حبة ذهب يا اخواتي. عايزة اقول لكم بقى وصلنا للون ده ازاي، هقول لكم دلوقتي. بعد ما احنا فردنا الكمية بتاعت الشعرية في الشمس وسيبناها ان هي كده تنشف حوالي ليلة على ملاية نظيفة كده في البلكونة وفرديها، وبعدين هناخد الكمية بتاعتنا دي هتكون نشفت تماما، ونولع الفرن على الهادي خالص ومن غير ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة خالص، وهندخلها الفرن لحد ما تدينا اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بس من حين للتاني بقى تقلبيها عشان تبقى واخده اللون جميل زي ما انت شايفه كده. وحبيت ان انا اطبق لكم المثال على حبه رز، قلت كده نعمل كوبايتين على السريع ووريكم بقى الشعريه وجمالها، عشان تعرفوا ان احنا برضو نقدر ان احنا نعمل كل حاجه في البيت. عملنا الشعريه من غير ما تعجن ولا فيها اي حاجه، في البيت عملناها. وزي ما انا قلت لكم الفيديو ده انا اسماه قسمين، هتعرفي العجينة من الألف للياء. أنا هسيب لك اللينك بتاع الفيديو عشان تتعرفي بجد العجينة تحفة وجميلة جدا. بصوا بقى الرز بقى بعد ما عملناه ولا معجن ولا فيه اي حاجه خالص، مفلفل وجميل ازاي قدامكم اهو. وادي الشعريه نفذناها في البيت بكل سهوله، وعجينتها سهله وسريعه وبسيطه جدا وعلى قد الايد، وموجوده كل المكونات بتاعتها في قلب البيت. هي المكونات بتاعتها ايه؟ دقيق، ميه، رشه ملح، بس كده. هنستخدم كوبايتين دقيق، يبقى نستخدم لهم كوبايه الا ربع ميه ومعاهم رشه ملح، ونعملها كده. ولا تبقى قاسية قوي ولا لينة قوي، العجينة بتاعتها تبقى في الوسط كده. وعايزين تشوفوا التفاصيل بقى كويس، شوفوه القسم الاولاني من الفيديو. بجد هيفوتك كتير. 6 وصفات انقح من بعضهم واحلى من بعضهم، بجد جمال جدا. اتمنى ان انتوا تتفرجوا عليها وتشوفوا. على فكرة الفيديو باسم الكبير والصغير هيدمنوا الوصفة دي، حاجة كده اللهم بارك. وده تطبيق تاني، هو نشوف الرز وجماله، والله شكله يفتح النفس، جميل جدا. حد بقى قبل كده عمل طبق الرز من الألف للياء زي ما أنا عملته كده؟ نفذنا الشعرية وعملنا الرز بتاعنا الجميل، وآدي الشعرية بتاعتنا الجميلة هي. أنا فردتها على صواني كده وحطيتها في البلكونة، وطبعا كنت بخش اقلبها من الوقت للتاني لحد ما نشفت معايا تماما كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا هنولع بقى الفرن ونحطها في الفرن على الصواني اللي هي الألمونيا، من غير زي ما انا قلت لكم من غير ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة. بس عينك تبقى عليها وتقلبيها من فترة للتانية. وممكن برضو ان انت تحمريها على عين البوتاجاز، بس تبقى العين تكون هادية خالص، تكون درجة الحرارة هادية خالص عليها عشان ما تتلسعش منك، وتبقى حلوة كده وجميلة زي ما انتوا شايفينها في الفيديو. بصوا بقى انا هنا جبت الصينية الألمونيا بتاعتي الحلوة هي، بعد ما كسرت الشعرية بتاعتي شوية كده
وهبتدي ان انا افردها على الصينيه وادخلها في الفرن. والفرن يا جماعه للمره التانية الفرن يكون هادي خالص، عشان طبعا احنا مدخلينها من غير ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه خالص. ومن كل فتره للتانية زي ما انا طلعت الشعريه وعملت لكم كده في الفيديو، نقلبها عشان كلها تاخد لون واحد وتدينا الشكل الجميل اللي احنا شفناه في الفيديو مع بعض. على فكره انت سرحتي معايا وما حطيتيش لايك للفيديو، وانا قلت لكم الفيديو ده جميل جدا ويستاهل منكم ان انتوا تعملوا لايك. يلا بقى اعملوا لايك كده واشتراك في القناه، اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان القناه تكبر وتكتر بيكم وتكونوا اكبر عيله واحلى صحبه كده وعيله جميله لايمي والعائله. بصوا بقى تعالوا شوفوا الجمال وشوفوا حبه الدهب اللي احنا عملناهم بعد ما حمرنا الشعريه ووصلت معانا للون التحفه اللي انتوا شايفينه ده. نسيبها تبرد بقى تماما ونعبيها بقى في البرطمانات ونستخدمها زي ما احنا عايزين. عايزه اقول لكم جميله جدا. وفي حاجه لو انت حابه ان انت تعملي كده طبق شعريه باللبن، تاخدي الكميه المناسبه اللي انت عايزاها وفي حله وعليها معلقه سمنه وحبه ميه وتسيبيها لحد ما هي تتشرب. وبعدين بعد ما تتشرب شويه الميه، يعني لو حطينا كوبايه شعريه نحط لها نص كوبايه ميه بس، نضيف عليها بقى اللبن والسكر والمكسرات وبس كده. احلى بقى طبق شعريه باللبن هتاكليه. يلا كده الفيديو بتاعي خلاص انتهى، اسيبكم على خير واشوفكم خير باذن الله في فيديو